في قلب جرش، حيث يمتزج عبق التاريخ بروح الوطن، ارتفعت الأعلام الأردنية وتعالت الهتافات احتفالا بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. ومن جرش كانت الاحتفالات حاضرة بكل تفاصيلها بحضور شعبي ورسمي كبير وسط أجواء وطنية جسدت فرحة المواطنين بهذه المناسبة الغالية. اليوم هو يوم عيد استقلال مملكتنا العزيزة الغالية الحبيبة، هذه الأرض الطيبة، أرض الإنسان والمحبة والجمال، أرض السلام والوئام، هذه هي الأردن. اليوم نحتفل بهذا العيد، هو أغلى مناسبة. فلا بتلاحظ الآن أهالي جرش يرتدون ثوب البهجة والفرحة وعباءات العزة والكرامة، مطرزة بالوعاني الولاء والانتماء، ومعطرة بالمحبة والوفاء للقيادة الهاشمية. ها هم الذين دائما أهالي جرش كأعمدة جرش، هذا المكان الإرث التاريخي الذي يحمل عبق التاريخ، وأنت تعلم أن جرش هي الحاضر الذي يخفو على أكتاف الماضي. ولذلك عندما تلتقي الحضارة والتاريخ مع عيد الاستقلال المجيد عيد 80، ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الأردن أردن الأمن والسلام والمحبة في ظل القيادة الهاشمية وهذا الشعب المخلص الواعي المدرك. احنا اليوم سعيدين عيد المحبة، هذا عيد الاستقلال، هو عيد نداء وطن، ولذلك يتسابقون من أجل الفرحة في عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. والله يحمي الأردن ويحمي القيادة الهاشمية وجيشنا العربي وأجهزة الأمن. في هذا اليوم المبارك العزيز على قلوب كل الأردنيين، عزيز على قلوبنا، باسمي وباسم جميع كوادر بلدية جرش الكبرى أتقدم بأجمل عبارات التهنئة والتبريك لمولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية وكل الخيرين الطهار في هذا البلد الكبير المعطاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، الاستقلال، مناسبة الاستقلال، العز والفخر لنا جميعا، القرار الجريء الذي نعتز ونفتخر به. نعتز بالهاشميين ونعتز بقراراتهم التي أوصلتنا إلى دار البر والأمان بهذه المناسبة العزيزة. أهل جرش اليوم كما تشاهدون يشاركون هذه الفرحة الوطنية الكبيرة، وإن شاء الله ستكون دائما وأبدا أيامنا أفراح في ظل الهاشميين، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. نلتقي في هذا اليوم المبارك ونلتف رجل واحد خلف قائدنا وولي عهد الأمين وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والشعب الأردني العظيم كله خلف القائد في يوم الاستقلال 80. نهنئ جلالة الملك وولي عهده، ونهنئ قواتنا المسلحة، ونهنئ شعبنا العظيم، ونهنئهم أيضا بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد مبارك. الأردن دائما إلى الأمام ودائما في المقدمة، ودائما هي تجمع ولا تفرق، والحمد والشكر لله العظيم. 80 عاما من السيادة والعزة والإنجاز، مناسبة وطنية يستذكر فيها الأردنيون مسيرة بناء الدولة، ويجددون الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية. زيد صمادي من محافظة جرش، وكالة عمرو الإخبارية.